السلام عليكم. في الفيديو هذا حنتكلم على رحلة مشروع التخرج كيف كانت وبعض الحاجات اللي صارت ورا الكواليس. وحيكون فيديو إن شاء الله خفيف هيك المقدمة للفيديو اللي بعدها إن شاء الله اللي هو حيتكلم بالفعل على الفي ار وتجربة الفي ار كيف كانت. في البداية كانت الفكرة موجودة في دماغي لمدة قريب 3 سنين مفكر فيها، لكن التطبيق العملي الفعلي نفسه ما كنتش مفكر فيه كيف حيندار بالضبط. كانش عندي خلفية أو دراية كيف حنخدمه وكيف حيطبق، لكن كخطة كنت رسمها في وسط دماغي كيف مفروض تطلع يعني شكلها، النتيجة الأخيرة يعني كيف شكلها. فالمهم خشيت على جبل بقادومة. الموضوع استغرق مني قريب 9 شهور من البحث والاطلاع والدراسة، وفي نفس الوقت ندير ونتعلم في نفس الوقت. فتم تصميم واعداد كل شيء من الصفر، يعني زي ال 3D مودلز، المجسمات ال 3D هذه اللي تشوف فيها. في مجسمات كانت كويسة وفي مجسمات ما استفدتش منها، ما كانتش ممتازة يعني، او في وحدات كويسات ولكن يبغوا اعادة صقل هيك يعني. فحاولت ندير اقرب حاجة قريبة للواقعية. في الحاجات اللي بنيتها من الاول يعني صنعتها صنع. وبعد هذا كله طبعا ضروري تتأكد ان كل شيء يخدم وما فيش مشاكل. لكن بطبيعة الحال في مشاكل، طبعا كان في مشاكل غير متوقعة، مشاكل ما كانتش في الحسبان أصلا، زي مثلا مشاكل برمجية، مشاكل في نسخة البرنامج نفسه، بجز غريبات مرات هيك هم مش مصلحينهم فهذه بتتعايش معها خلاص. مشاكل مرات في الموديل 3 دي نفسه اللي يتحمل المجسم 3 دي نفسه، مرات يكون ما يخدمش او فصله علة معينة مثلا، او ببساطة ما يطلعش في الوان مثلا تكستشر. من غير المشاكل والجلتشات الغريبة اللي تصير مرة في حاجات تتنطر هيك مكعبات مرات ولا اي حاجة هيك تحطها مرات تتنطر بدون سبب. لكن بعدين عرفت شو القصة متاعها، هذه في إن تضارب في الاصطدام في الكوليجنز، حاجة في التصادمات يعني. فلازم انت تنحي بعض الحاجات هيك مش ما تخليش حاجات تتنطر يعني. قصة طويلة. طبعا من غير الكراشات والتسكيرات اللي تصير للبرنامج بشكل فجائي يعني من حين لآخر. واكيد المشكلة الأولى اللي هي هروب الضي، هذه طبعا واخدة جزء كبير من المشاكل يعني، لأن أنت تخيل شغل بتديره مرة واحدة ماذا بك تسيف، او على الاقل اوكي ممكن يدير لك اوتو سيف هو، لكن في نفس الوقت يعني ديما انت بتحتاط، فشغل اللي بتديره مره بتديره دبل يعني. بعد ما تاقلمت مع البرنامج وبدأت نحط في حاجاتي وبندير في الافكار اللي نبيها وهيك، تقدر تشوفوا هنا تحت الوقت اللي خداه الموضوع يعني. قضيت الحق يعني ساعات طويله جدا يعني من البحث والدراسه، وكل حاجه بتعطيها حقها يعني باش تطلع مزبوطه. فاخدت يعني ايامات واسابيع وحتى شهور يعني، فالموضوع عطل جدا وكان في تحدي مزبوط. لكن للأمانة استمتعت بالخدمة متاعتها يعني أكيد، لأنها فكرة جديدة وأنا سكرت راسي ونبي نطبقها، فضروري ما ندير على نحاول على أكمل وجه يعني. فطبقت بعض الحاجات اللي نبيها، وهذا كله درته طبعا قبل ما يوصلني الفي ار باهي يعني. طبقت كل الحاجات اللي نبيها من قبل حتى ما يوصلني الفي ار ونجربه. واللي أدى إلى مشكلة تانية، واللي هي إن بعد ما درت الحاجات هي وتاتها، بمجرد ما فتحت الفي ار وجربتها في مشاكل غريبة بدأت تطلع. من غير المشاكل البرنامج نفسه، في مشاكل فصل الفي ار نفسه، فبتحل المشاكل هذه وبتحل المشاكل هي متاع الفي ار القصه. لكن اول مشكله واجهتني ان اي بطمه تبي ترصها فصل الكنترولر تاع الفي ار حيصير له كراش البرنامج منها ليك، حيتسكر يعني. واللي خلاني قاعد نفكر ونسأل قصدي علاش تصير الحاجه هي، شو المشكله بالضبط، علاش البرنامج يصير، شين البق الغريبه هو اي بطمه ترصها يصير كراش البرنامج طول. قعدت نبحث ما لقيتش اجابه الحق. واللي الشيء هذا اللي خلاني اني نمشي نحمل اصدارات سابقه من البرنامج اللي استخدم فيه. فحملت قريب 5 أو 4 نسخ يعني، الاصدارات قديمه اقدم من النسخه الجديده اللي استخدم فيها. فكانوا يعني احجامهم كبيره يعني، نقول مثلا 8 جيجا 12 جيجا من النسخات هي. فحملت الاصدارات اللي قبل وقعدت نجرب فيهم بالوحده، نشوف شنو المشاكل اللي في وسطهم، نشوف شنو المميزات والعيوب، او مثلا الخصائص اللي مش موجودات في النسخه الاخيره عشان ينقصها البرنامج اللي في الاصدار اللي قبل. فكان في حاجات ناقصه بطبيعه الحال يعني. لكن لين بعدين تعودت على واحده من النسخات السابقه وقعدت هي نستخدم عليها ونخدم عليها. فكل اللي درته في الاصدار القديم هذاك او الجديد الاخير، مشيت عودت ودرته في الاصدار هو القديم شوي. لين بعدين بعد فتره، بعد ما وتيت حاجات اللي هنا، نمشي نكتشف كيف تنحل المشكله اللي بتاع البق هذاك بتاع اللي يصير له كراش. فنمشي نولي لبرنامج هذاك او النسخه القديمه كنت نخدم عليها اللي هي الاخر نسخه نازله، وليت له وقعدت نخدم عليه من جديد.
فخزي اللي درتها غادي كلها مشيت وليت بيه وعاودت كل شيء من جديد في النسخة اللي كنت أختم عليها من قبل. واللي طبعا هذا يزاد يعني اكسترا تايم يعني على الوقت اللي كنت نخدم فيه، فزاد عطل يعني البروسيس تاع العملية هذه، بدل ما تكمل بكري بتلقى روحك بتعطل شوية. وهذا كله أنا ما زال ما درتش الحاجات اللي فعلا بنديرها يعني في وسط المشروع نفسه. يعني قصدي هذه فقط نحط في حاجات أنا ما زال ما خدمتهمش. من الأفكار اللي كنت مثلا نبي نديرها، نعطيكم فكرة بسيطة. نبي مثلا نعلق خيط، باهي ندير خيط هنا في النص هيك، تخيل خيط، ونبي نركب فيشة هنا وفيشة هنا، يعني تكون ستارت والاند باهي، وبيناتهم خيط. سهلة ولا؟ على قد ما ان الموضوع هو سهل، لكن تطبيقه الفعلي يعني ما كنتش نعرف كيف ندار بكل. بحثت عليه في اليوتيوب، شفت توتوريالز هلبة في النت قصدي، ولا واحد فيهم شارح كيف تربط من الجهتين. كلهم يشرحوا كيف تربط حبل او خيط او كيبل من جهه واحده فقط من ستارت، ما يشرحولكش كيف تربطها من الجهتين. وعاده تكون ستيشنري يعني حاجه ثابته اللي يعلقوا عليها، مش موفبل تتحركش، وانا اللي كنت نبيه يتحرك. فهذه كانت المشكله الاولى. والشيء اللي كنت انا نبيه اللي هو زي توك، نبي نربط خيط لان باهي، هذا لان كيبل، نبي ندير خيط زي تو، وهنا في الار جي اللي هو الراس ار جي 45 وار جي 45 من هنا ستارت من الاند. لكن باش اني نديرها لقطه هي كانت حاجه يعني تحدي كبير جدا الصراحه. يعني نبي انا بعد ما حتى ندير الخيط وكل شيء، نبي نخلي اليد نتاع الفي ار نبيه يفهم انه يقدر يمسك من هنا ويقدر يمسكها من هنا فقط، ما نبيش يمسكها من هنا مثلا ومن هنا، ما نبيش يمسكها من جهه الخيط. فهذا الموضوع يعني تاني، انت تبي غير تركب الخيط قبل تو باش بعدين تتفاهم معها اللقطه. المهم نمشي شويه قدام، ركبت الخيط، عرفت كيف نديرها، واللي خدها طبعا قريب شهر باش نركب خيط بس. فاي عرفت كيف تندار اللقطه هي. تو نبي نخلي هنا اليد نتاع الفي ار تفهم انه كيف تنقام من هنا وكيف تنقام من هنا. تبي تبرمجها الحاجه هي، لانه هو ما يعرفش اصلا انت شن الحاجات اللي تقدر تتعامل معها، شو الحاجات اللي تقدر معها انتراكت، ما يعرفش البرنامج هو. فانت لازم تبرمجها الحاجه هي من الصفر، وتفهم ان هي الحاجه تقدر تتعامل معها، انت تقدر تقيم. نبي الكيبل هو تو اللي قدرت نقيمه، كيف ندخله في حاجه مثلا زي الراوتر ولا سويتش، فتحه سويتش ولا راوتر، كيف لما بمجرد ما نقيمه ونحطه كيف يعلق مع الجهاز الشبكات او اي حاجه ثانيه. فهذيك فتوى ثانيه حتى هي الحق. خلاص ما دام انا سكرت راسي وبنديرها درتها يعني الحمد لله. هو بصفه عامه الكوابل والحبال يعني اكثر شيء يهربوا منه المطورين. ما تلقاش اصلا الالعاب هلبة فيهم حبل، يعني الكيبل هو ما تلقاش موجود في بعض الالعاب. يا اخي لو بنفكر في مثلا لعبتين بس ممكن يخطروا في بالي هنا فصلهم حبل، لان موضوع الحبل ديما معقد، فصل سبلاين وفصل حاجات هلبة وفيزيكس وواحد فبيتعامل فيزيائيا مع البيئة المحيطة بيك، فلازم يندار على اكمل وجه. لان لو بيندار حبل هيك وخلاص، في خاصة في العاب يعني تكلف بادجت عالي، فما يقدرش يعني يدير لك اي حاجة يعني. وفي مطور بتاع العاب اسمه جوزيف فارس متكلم انه فعلا المطورين تاع الالعاب ديما يعني يهربوا من الموضوع بتاع الحبل، هو كيف يعني يشكل لك كيبل اوكي او خيط تعلق بيه او تتحكم حتى به. idea of like having they sometimes joke like a snake in the grass, because I wanted to have a snake and with a lot of long grass and like ropes, and like if you say to the developer like we're gonna have ropes and snakes and all this weird, you know, they're gonna go nuts. Rope is something that scares a lot of animators, especially when you're doing like what the Uncharted, like what the Naughty Dog guys does. I mean, I know everybody knows how good they are, but let me tell you, like stuff they do is it's insane also. لكن الحمد لله يعني مشيت الامور في اغلب الاحيان من زوز المواقع والتطبيقات اللي ساعدوني، اللي هم ديسكورد وريدت. اكتر حاجتين هدو استخدمتهم الحق يعني في مسيرتي البحثيه يعني. حتلقى ناس يساعدوك باهي، لكن في نفس الوقت حتلقى ناس ما تساعدكش. قصدي في ناس دريها تكبد، قصدي لو تحسبوا ان الثقافه متاع شخص ما يساعدكش ولا سوس ولا هيك موجوده عندنا احنا بس كعرب وكليبيين، فنقول لك انسان الموضوع هو اللقطه البايخه دي موجوده في كل العالم. في ناس مش هتساعدك وفي اللي حتى بيتساوكوا عليك. فواحدة من الحاجات المهمة اللي بنقولها لكم إن لما تبي تسأل سؤال خاصة للأجانب يعني، ويا ريت الثقافة هي حتى تكون عندنا إحنا يعني، لما تبي تسأل سؤال أنت لشخص، هم شنو يبوك إن أنت تبذل جهد باهي، تبذل جهد وفعلا تبحث عن الموضوع هو، وتكتب أنت شنو طلع لك بعدين من البحث متاعك، باش على الأقل هو يقدر يكمل معك ويهتم بالمشكلة اللي عندك. لكن لما تكتب سؤال مثلا أنت من غير ما تقدم مثلا شن البحث اللي درته، حتحصل إهانة مثلا ولا هيك تسهويك تلقيها، فقط يكتبها باش اللي بعدهم يديروا له اب فوت هيك ويقدروا يزيدوا يتساهلوا يعني. فوضح انت المشكله بتاعك بالضبط، وش الحاجات اللي بحثت عليهم، باش حتى الناس الشخص اللي بيساعدك يعني يهتم، حتى مساعده يقول لك شنو المفروض تدير يعني، او على الاقل يعطيك راس خيط بس،
راس الخيط مرات هو كل اللي تحتاجه بس باش انك تكمل باقي المشوار بتاعك. الحاجة الثانية اللي هي في شخص صيني ما نعرفش حتى منظره ولا عمره ولا مش عارف الحق كيف هيئته مش مهمة. ساعدني الشخص هو هلبة الحق يعني، حتى شري حاجات هيك بالفلوس واعطاها لي، فيها اللي استفدت منهم وفي اللي ما استفدتش الحق. كانت يعني اغلبها تجارب، لكن حق الشخص هو ساعدني، فانا الحق كنت ممتن له ووضحت له اني انا شخص راهو اسمع من الاخير انا صادق في كلامي، انا شخص عندي مشروع وبلادي ما تسمحش لنا للاسف، ما فيهاش باي بال، ما فيهاش يعني بيمنت ميثود، ما فيش كيف ندفع لك حق الحاجات اللي انت تخلي فيهم. كنت نقدر اني نشتريهم بروحي يعني، كان البلاد فصلها باي بال اوكي، للاسف يعني ما فيهاش، فيش داعي الطرق الملتوية هذه نقدر نديروا فيها الالتفافات اللي مالهاش معنى. فالمهم الشخص هذا الصيني قدم لي الحق اكثر من حاجه ساعدني فيهم. فالحق يعني قال لي بعدين بعد ما تكمل مشروعك وريني كيف طلع معك. طبعا عادة الحاجات هي لما تصير الشخص يختفي ماشي يبان باهي، لكن أنا الحق الشخص هذا رجعت له يعني، اختفيت انا باهي، انا اختفيت فترة طويلة ممكن من الاخر دولية معاه 5 شهور ولا 4 شهور ما عادش نتذكر بالضبط، لكن بعدين جيته رجعت للشخص هوا بعد التخرج ووريته فعلا اني كنت صادق، بعت له حتى صورة للتخرج وبعت له صورة للبرزنتيشن اوكي، ووضحت له انه راهو شكرته يعني بصراحة يعني مشكور، واقل شيء نقدر نديره اني نثبت لك اني أنا فعلا كان مش على خاطر مشروع تخرج وكي يعني. توصل بين مرحلة حتى يعني مرات نتواصل مع ناس يعني مكالمات ونتكلم فيهم وكيف تنحل هذه وهيك وواحد. I'm about to finish my game actually. It's just this kind of error. Okay. Do you know where? Yeah, I can see this node graph now. As you can Okay, see, so- there's no errors as I explained earlier. Okay, yeah, go on. No, that's okay. Yeah, that's normal. So, Okay, so it's trying to read a reference variable, and there's nothing in the reference. okay, I want to get rid of these errors. Any ideas? I didn't hear of it, honestly. It seems like your cooking is going well. I'm not, I don't know, man. I don't know. But this is, by the way, this is not the. This is the I know dash it's one. not the main. Yeah. I know. Yeah. No, above the dash one, you can solve the not dash one. No. Differences. No, not a lot of differences. No. Just some nitty gritty details, like you know. Nitty-gritty. Yeah, like you know, see. stuff on the wall, pictures. Not a big deal. You sure you're So great. Hungarian and not American? What? Because you said you don't have any friends. No. Cooking finished. I don't. Oh my god. Hey, I'm American. You're talking trash. Well, whatever. من الحاجات اللي كانت مزعجة شوية هي لقطة ان انت لما تبي تجرب حاجة معينة فصل السيميوليشن بتاعك المحاكي هداي، تلبس النظارة تشوفها كيف تخدم، تنحي النظارة، تعدل الكود بتاعك، تلبس النظارة تشوفها كيف تخدم، تنحي النظارة، تشوف تعدل الكود بتاعك. تلبس الفيار وتنحاه، تلبس الفيار وتنحاه وتعدل الكود، تلبس وتنحى وتعدل الكود. الموضوع كان الحق يعني مزعج شوية، لأن أنت بتلبس وبتنحي ما فيش الحق كيف تمنع منها اللقطة يعني إلا بالطريقة هي، لأن هي زي ما قلت لكم مش حاجة فيرست بيرسون يعني، مجرد ما تعدل الكود قدامك وتشوف شنو اللي يطلع لك الريزولت قدامك كيف تخدم، كانت حتكون أسهل لأنها شاشة قدامك وكل شيء قدامك. لكن لما يكون في طرف ثالث تستخدم فيه فالكود هنا وبعدين تلبس هنا بتخش كيو، كانت مزعجة شوية بس، لكن الحمد لله يعني مشيت الأمور. طبعا في هذه الأثناء كان في حاجات تانية الحق تمر في حياتي الشخصية، ولو اني مش حنعطي تفاصيل يعني علشان صار بالضبط، لكن من الحاجات المهمة صارت لي هيك مثلا عندي شخص صاحبي كراس ابوه توفى له الحق، وكان شخص عزيز علي حتى انا ابوه يعني حق رحمة الله عليه، كنت نمشي له يعني حتى الولد مرات وما نلقاش شيء قاعد او مثلا مشغول، فنقعد نخش داخل ونقعد نهدرز مع العائلة يعني ابوه يعني ندرس معه اوكي
ويعني علاش الموضوع هذا اثر فيه؟ لان قصدي شخص انت صاحبك، يعني صاحبك راس. وبعدين حتى لما تبعت له وكانت فوقت كورونا هي، ف الولد ماش قدرت نوصل فيه بكل، حتى لما نبعت له ما يردش علي، الولد خش في حاله هيك. متفاهم موقفه يعني قصدي، لكن انك ما عادش تقدرش تتواصل معه هيك كانت صعبه شويه الحق يعني. فربي يغفر له ويرحمه ان شاء الله. لكن قصدي الحاجه الوحيده اللي تطمن يعني في الموت ان الشخص اللي مات لك العزيز عليك هذا حتتلاقى معه. قصدي نهايه الشخص هو اللي توفى هي في الدنيا فقط، لكن الحمد لله الشيء اللي يطمن انه حتشوف الشخص يعني في الحياه الاخره يعني. فهذه الحمد لله يعني هيك ميزه للشخص المؤمن يعني، الحمد لله انه يخلي ايمانه قوي بربي. وفي النهايه يعني انت ممكن صح خسرت الشخص في الدنيا، لكن ديما في بشاره يعني الحمد لله. VR Networking Simulator هذا عباره عن محاكي كامل عالم افتراضي. نشوفوا هنا قدامكم جوا حتلاقوا زي ار اخضر لونه، ما نعرفش ان شاء الله الاضاءه جايه صح، لكن هنا باين اخضر. تفتح الباب زي توا وتخش وتحط لك كان تدريب باش تمشي للمنطقه الثانيه. طريقة المسكة تم تصميمها حتى هي مثلا لما تبي تمسك حاجة صغيرة زي هذه حتمسكها بالطريقة المعروفة اللي هي مش هتمسك انت حاجة مثلا داير ايدك هيك يعني مش منطقي. فحتى هي هذه تم صناعتها زي ما تشوفوا هنا تقدر تجيب الكيبل وتشوفها يعني وتطلع عليها. هذه ما تتفاعلش مع الجاذبية الجرافيتي، هذه مجرد ميزة تستخدم فقط للفي ار باش انت مرات لو حاجة صغيرة زي هذه تطيح نقطة انت مش هتمشي تنزل، مرات يكون الموضوع متعب خاصة الحاجات الصغيرة. وزعنا الداتا سنتر، لكن اليوم كان الداتا سنتر نوريكم حاجة سريعة. وهنا حاطين مولد الاختيار. في شوية نصايح نبي نقدمها على السريع. نصيحة رقم 1 ديما جيب حاجتك بروحك، ما تعباش على حد. نصيحة رقم 2 ديما دير دبل تشيك لأي حاجة، مثلا قبل المشروع بشوية هيك دير ليستك اكتب فيها الحاجة اللي تبي تجيبها معك. وحتى لما تكتب الحاجات تبي تجيبها معك لو تقدر دير منها زوز، كل شيء دير منها زوز، مطول جيب منها زوز، شحن جيب منها زوز، حاول هيك يعني. لأن مثلا مرات تعب على شخص تقول له مثلا تجيب بروجيكتور تجيب حاجة هيك مرات يرخي بك، أو تكلم مصوراتية كلمت مثلا 3 مصورين حرفيا 3 مصورين ولا واحد منهم جاي. باهي انا ملمهمش لان عندهم اعذارهم حتى هم مرات، لكن ما تعبش على حد حرفيا. هذه واحدة من الدروس المهمة. نصيحة رقم 3 اللي هي وطي الحاجة اللي تبي تقولها، انطقها بصوت عالي، يعني الكلام اللي تبي تقوله قوله بصوت عالي واسمع كيف يطلع، لان مرات في مصطلحات ما تعجبكش، فديما دير بروفا يعني هيك بينك وبين نفسك. وحتى لو انت ارتجاليا مش موتي حاجة فيدو بصوت عالي وشوفها كيف يطلع الكلام، هذه حتفيدك هلبا خير ما تقعد تقول الجو هذا مش حيمشي، ومش حتفيدك اللقطة هي اصلا، وغير تضيع في وقت المشاهدين وتضيع في وقتك انت. فديما دير بروفا يعني حتى ارتجاليا، فيها شعبية في النهاية قصدي انت اللي مستفيد. في الختام نحب نشكر ابوي وامي واخوي، الحق هم كانوا السند الاول، عائلتي بالكامل يعني بصراحة هم كانوا السند الاول، كانوا الداعمين ليا. ما تلقاش الا عائلتك، هذه ديما خذها قاعدة زي ما يقول دومينيك فاملي. I got family. It's family. واكيد نشكر اصدقائي حتى هم وكل الناس اللي لبوا الدعوه، واكيد نشكر حتى دكاترتي، في بعض الدكاتره الحق كويسين ويعني داروا مواقف بجديات يعني وقفوا معي وقفوا مليح، وفي دكاتره تانيين يعني ممكن هم ما يعرفونيش، فديما الحاجات هي تاثر الحق يعني لما الشخص ما يكونش يعرفك حتاثر في كل شيء، في عمليه التصحيح، في عمليه المناقشه، في عمليه كل شيء الحق يعني. مش تسهويكا ولا تطيح من قيمتهم ولا حاجه، لكن في مرات المناقشين يسألوا في أسئلة مرات هو بروحهم لأن حاجة مش قادر يديرها، فخاطرك تقول مثلا مش عجباتك يا دير أحسن منها زي الفيديو هذا أو أحسن بس قاعد هذا خيس هذا خيس، مو عاجبك سوي أحسن منها، مو عاجبك سوي أحسن منه، مو عاجبك سوي أحسن منه، مو عاجبك سوي أحسن منه.
والفيديو جاي حكون يعني تجربتي الاولى في الفي ار. اول ما جربت الفي ار شنو التفاصيل الدقيقه الخضراء راح احكي لكم عليها. الالعاب اللي جربتها زي هاف لايف اليكس حنتكلم عليهم، كل واحده حنعطيها حقها ان شاء الله. الصداقات اللي كونتها في الميتافيرس، هداي العالم الافتراضي، كيف ان انت تحس بواقعيه المكان اللي قاعد فيه. في تجارب عشتها مليحه بكره خاطري نحكيها لكم. صداقات اللي كونتها مع اجانب، صداقات اللي كونتها حتى مع عرب، ويعني بدنا نتراسلوا هيك. فحتى خشت في الدعوه يعني في ناس بدت ندعي فيهم الاسلام، درت صداقات مع المان، صداقات مع هيك، في جو مليح يعني ان شاء الله في الفيديو جاي. فلعند ما نلتقي في فيديو جاي، كان معكم عماد، السلام عليكم.